مثله شيء وهو السميع البصير. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا لما تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا لما وصلنا إلى الشاطئ عصيناه. ونركب الجو في أمن وفي دعة وما ثقافنا لأن الحافظ الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله لنا به الغمة. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خيرا ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته وأمته. أما بعد أيها الفضلاء النجباء الكرماء، فما زلنا مع الشرح المبسط للبيكونية، وهذا العلم الخاص بفرع من علوم الحديث وهو مصطلح الحديث. ويعني نقوم بإعادة سريعة على ما سبق ذكره في الدروس السابقة لتتأكد المعلومة في أذهانكم حفظكم الله جل وعلا. وإنما تقييد العلم أيها الفضلاء بملازمة ذكره. وإذا نظرت في تراجم الفضلاء من أهل العلم الكبراء أنهم ما كانوا يتركون ليلة إلا ويتدرسون فيها العلم ويتذاكرونه فيما بينهم لئلا ينسى، لأن آفة العلم النسيان كما أكد على ذلك سلفنا الصالح رضوان الله عليه. وأسلك طريق للنسيان ألا تتعاهد العلم بمذاكرته وألا تتعاهد المصطلحات بتذكرها. وقد ذكرنا أن مصطلح الحديث باعتبار مفرديه يتكون من مصطلح وحديث. وذكرنا أن كلمة مصطلح هو توافق طائفة على استعمال ألفاظ مخصوصة بمعنى مخصوص. طائفة من النحاة يستخدمون لفظ تعريف عام مثلا للفاعل فيصطلحون على أن الفاعل هو كذا، على أن المفعول هو كذا. طائفة من الفقهاء يصطلحون على أن الواجب كذا وأن الندب كذا. طائفة من المحدثين يصطلحون على أن المرفوع بمعنى كذا والشاذ بمعنى كذا والمنكر بمعنى كذا. فاصطلاح هذه الطائفة يسمى المصطلح، أي فيما اصطلح بينهم تعارفا عليه بمعنى، يعني بمعنى معين. وقلنا حديث لغة هو القديم، وقلنا أن الحديث اصطلاحا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وباعتباره لقبا قلنا أيها الفضلاء أن مصطلح الحديث يعني القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. والسند هو السلسلة الموصلة إلى المتن، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. والمتن هو ما ينتهى إليه من الكلام أو ما انتهى إليه السند من الكلام. وقد ضربنا على ذلك مثالا وهو أول حديث البخاري إنما الأعمال بالنيات، وذكرنا سلسلة سنده وأن هذه مجموعة هؤلاء الرجال هم السند الذين أوصلوا إلى هذا الكلام المنتهى إليه من حديثه صلى الله عليه وسلم ومن كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو إنما الأعمال بالنيات. فقلنا أيها الفضلاء أن يعني هذا هو مصطلح الحديث. ثم بينا ما ذكره الإمام رحمه الله جل وعلا في البيكونية من ذكره للحديث وهو على أنواع. قلنا أن الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، ما اتصل سنده بنقل العادل أو العدل الضابط تام الضبط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. وقلنا أيها الفضلاء أن الصحيح يشترط فيه 5 شروط. يشترط فيه 5 شروط، 3 ثبوتية يعني يجب أن تكون فيه، و2 قلنا أنها نفي
يعني يجب أن تنفى عن الحديث. فقلنا أن الثبوتية هي اتصال السند وعدالة الراوي وتمام الضبط. اتصال السند وعدالة الراوي وتمام الضبط. وأن النفي اللي هي التي توجب النفي والخلوص منها، وهو الخلو من الشذوذ، ألا يكون شاذا وأن يكون سالما من العلم. يعني لا يكون فيه شذوذ ولا يوصف بهذا الشذوذ ولا تكون فيه علة. وقلنا أن العلة المقصود بها العلة القادحة. فالعلة أمر غامض يقدح في الحديث الذي هو الظاهر سلامة من هذه العلة. قلنا اتصال السند أيها الفضلاء سبب الاشتراك وتأكد من عدالة الراوي وضبط، أن يكون كل راو قد تحمله ممن فوقه. هذا هو اتصال السند. يعني لابد أن يكون الراوي قد روى عن شيخه سماعا منه أو نقلا عنه. عدالة الراوي ملازمة التقوى واجتناب الخوارم المروءة. لابد أن يكون تقيا في نفله حتى يصدق أو يصدق ما ينقل منه، وإلا إذا كان غير ملازم للتقوى وعلى غير مروءة فهذا يكون عرضة لاتهامه بالكذب أو بغير ذلك. وفائدة هذا الشرط أيها الفضلاء التحقق من صدق الراوي والأمن من كذبه كما قدمت. وأما تمام الضبط فقلنا أنه قسمان: قسم فيه ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر هو الحفظ، يكون حافظ بتلقى العلم ويدونه، ثم إذا سئل فيه قال كما كتب، يعني يكون قوله مصداقا لكتابه ومصدقا له، فلا يكاد يحترم حرفا إلا من تاب الإنسان من بعض الأشياء التي كتبها الله عز وجل عليه، من حيث لا يزيد هذا الأمر فيه. يعني لا يكون نساي كثير النسيان، يكون كثير الغفلة، يكون سيء الحفظ إلى غير ذلك مما سيأتي تدريسه بإذن الله عز وجل وذكره. قلنا أنه لابد أن يكون الحديث أن يكون خاليا من الشذوذ، وشذوذ ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه، إما ضبطا وإما عددا، وقد بينا ذلك كله. يعني طبعا بينا أن في عدم ذلك، في عدم هذه الأمور يكون الحديث قد خرج من حيز الصحة. وقلنا أن المخالفة تكون من الثقة ويكون حالها الحديث الغير. هذا يعني ما نذكره أيها الفضلاء وما استقر عليه العلماء، لكن سيأتي مخالفات كثيرة كما سيكون في الحديث الحسن وعند التطبيق أيها الفضلاء، لكن كل ذلك سنرجئه في حال الانبساط والتوسع في الإشارة إلى هذا الفن. يبقى قلنا أيها الفضلاء أن هذا هو الصحيح، وكل شرط يفتقد ينقل الحديث إلى مسمى آخر. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى قوله: والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت. وقد أشرنا إلى ذلك المعنى وبينا ما في تعريف الحسن من اضطراب، ثم استقرار أهل العلم على تعريف الحسن لذاته وللحسن لغيره. وقلنا أن الحسن لذاته هو الذي يرويه العدل خفيف الضبط عن مثله من أول السند إلى منتهاه. وقلنا أن الحسن لغيره أن يكون المشار إليه أن الحديث فيه ضعف غير أنه منجبر بمتابعاته وشواهده. فإذا انجبر الحديث الضعيف يعني إلى انجبر بمتابعات أخرى جاءت من طريق ومن طرق أخرى أو شواهد وجدت له، فينجبر هذا الحديث أي هذا المتن إلى الحسن يعني يرتفع. طيب، من هذا الكلام أيها الفضلاء، من هذا الكلام الذي قلنا أن الحديث الضعيف الذي أشار إليه وهو ما وقفنا عليه
رحمه الله عز وجل عند قوله وكل ما مع الرتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر. برأيك أيها الفاضل، وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر. هذه الأقسام الكثر يجمعها قسمان. من هذا البيت كيف تتعرف على القسمين المشار إليهما، على القسمين المشار إليهما؟ هو يقول وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. طيب، بهذا البيت قد ينقدح في ذهن السامع أن الضعيف قسمان: ضعف ينجبر فيبقى لدرجة الحسن وهو المشار إليه بالحديث الحسن الغير، وضعف لا ينجبر ولا يزيد الحديث إلا ضعفا ولا يزيد الحديث الوهن إلا وهنا. فأنت أيها الفاضل إذا رأيت إلى هذا البيت علمت أن الحديث الضعيف في أوله يضمه قسمان، يضم الحديث الضعيف قسمان: قسم ينجبر وقسم لا ينجبر مطلقا. فالضعيف أشار إليه الناظم رحمه الله عز وجل بقوله وكل مع الرتبة الحسن قصر. طب احنا عندنا الحسن ايه يا اخواني الفضلاء؟ عندنا الحسن ايه؟ عندنا ان الحسن قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. الحسن لذاته أيها الفضلاء، فضيلة الشيخ مصطفى الأزهري، الكاميرا فتحت عندك فيه سيدنا الشيخ مصطفى. أيوه، واخدين بالكم اخواننا الفضلاء؟ قلنا أن الحسن عبارة عن قسمين. هل حد من الفضلاء يتذكرهم كده يقول لي القسمين هم في الحسن بتعريفاتهم سريعا كده، يعني عشان نشوف الإخوة يعني منتبهين معانا ولا مش منتبهين؟ يعني حد من الفضلاء يقول لي القسمين في الحديث الحسن بتعريفهم، أو كل واحد يقول قسم. الإخوة منتبهين ولا مش منتبهين معايا؟ قلنا ان الحديث الحسن على قسمين. خلي بالكم احنا يا اخوانا بنجيب خلاصه الاقوال سريعا، مش بنتوسع في الشرح يعني عشان الامور دي تحفظ، لان هي دي اساسيات العلم التي توصل اليه او وقف عنده. يعني لم نجل في اختلافات اهل العلم كثيرا، لكن بينا ما وقف عنده اهل العلم كما يقولون زبدة العلم وزبدتها، اللهجتين صحاح. فنقول أن الحديث الحسن كنا منه حسن لذاته وحسن لغيره. يعني لماذا الإخوة لا يجيبون؟ حسن لذاته. ما هو الحديث الحسن لذاته؟ تعريفه وأنا ذكرته في أول المحاضرة. أيها الفضلاء من يجيب؟ طيب، يعني أود التركيز على مسألة هذه التعريفات أيها الفضلاء، لأن علم الحديث من الأهمية بمكان، وهو يعني الداعي بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن أخص خصوصيات العبد إذا أراد أن يثبت على دينه. فمن أراد أن يثبت على دينه، يثبت على توحيده، يثبت على تقواه، يثبت على ورعه، فلا يكون ذلك يعني من آصل الأصول وآكد المؤكدات أن يكون علم الحديث له فيه شأن، لأنه أيها الفضلاء هو الرابط بينك وبين نبيك صلى الله عليه وسلم، هو الرابط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تجد شيئا يغذي القلوب بغير هذا العلم.
ولذلك أيها الفضلاء يعني ثمة شيء تجده عند جميع من تحصل بهذا العلم، وهو ازدياد الخشية عنده والخوف من أن يقول على الله سبحانه وتعالى ما لم يكن، أو أن يحكم في دين الله عز وجل بغير علم، أو أن يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. فتجد أن هذا العلم كما قال عبد الله بن مسعود هو الذي يزيدك، أو من العلوم الخاصة التي تزيد الإنسان خشية لله سبحانه وتعالى. الحديث الحسن لغيره أيها الفضلاء عرفناه هو ما يرويه العدل خفيف الضبط عن من فوقه من أول السند إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة. هو نفس التعريف الصحيح، لكن بيختلف أن هناك تام الضبط وهنا خفيف الضبط، هذا ما يختلف. حديث الحسن ذاته هو نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه هنا يقال خفيف الضبط. أما الحديث الحسن لغيره فهو الضعيف الذي ينجبر بمتابعة أو شواهد، بالمتابعة أو الشواهد. تعريف بسيط أهو. الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي ينجبر بمتابعة أو بشاهد، كما أشار الناظم هنا. وهذا هؤلاء القسمين اللي أنا بتكلم فيهم القسمين الأساسيين أيها الفضلاء اللي بيشملهم العلم أو قسم الحديث الضعيف، ان في حديث ينجبر اللي هو الضعيف ينجبر، وفي حديث ضعيف لا ينجبر. فالمنجبر هو الذي يصدق ويرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن، يتقوى الحديث ويرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن، قد يعني يرتقي إلى هذه الدرجة. ولذلك أشار النظم وقال كل مع الرتبة الحسن قصر، يعني كان ضعيفا، لأن كل ما كان أقل من الحسن فهو الضعيف. والضعيف هذا أنواع كثيرة جدا، لكن هذه الأنواع يشملها قسمان أساسيين أيها الفضلاء. القسم الأول قسم بينجبر، القسم الثاني قسم لا ينجبر. القسم الذي ينجبر هو ما كان مرسلا وأتى بطريق آخر، مدلسا وأتى بطريق آخر، إلى غير ذلك من الأنواع التي سنذكرها بإذن الله عز وجل، لكنه ضعيف ليس شديد الضعف. أما ما كان شديد الضعف فهذا لا ينجبر بحال، بل ما يأتي طريق آخر في نفس درجته وفي نفس رتبته أو أقل منه إلا زاده وهنا وزاده ضعف. أرجو أن يكون يعني هذين المعنيين قد استوعب عند إخواني المشايخ الفضلاء. يبقى الحسن معنيين أو قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. لأن الضعيف إخواني الفضلاء هنا هيترتب عليه معرفة الحسن لغيره. إن ما عرفتش الضعيف مش هعرف الحسن لغيره. ما عرفش قسمين الضعيف بتؤدى وتأني وعلم فلن أنتهي إلى ترتيب الحسن. إذا كان العلماء أصلا اختلفا كثيرا حول هذا المقصود، وهذا مما أداه الطريق العملي يقول الفضلاء. يعني ما هو الحديث الذي ينجبر فيرقى الحسن لغيره؟ فلذلك كان في تعريف الحسن وانضباط معناه فيه مشقة عند أهل العلم وفيه اختلاف، حتى يعني قال الذهبي رحمه الله تعالى وإني على إياس من ذلك. يعني كيف يعني ييأس الذهبي رحمه الله جل وعلا الحافظ على أن يصل العلماء إلى تعريف محدد مانع من دخول غيره فيه ومثبت للفئة التي المراد البحث فيها. فإذا كان ما هذا الذي أوصل الذهبي إلى هذا المعنى، لكنه قال تعريف يعني غاية في الجمال. قال فيه الألباني رحمه الله عز وجل كما ذكرت قبل ذلك هو ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذا ما قاله في الحسن، وهو قيد على ضآلة لفظه، إلا أنه أفاد معنى جميل قد يكون هو الحد المراد، أو قد يكون هو الحد الذي يعني نقف عنده، وهو الحسن لغيره. هو الحسن عموما فيه تعريف القسمين هم ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، كأنه قام بتعريف القسمين الخاصين بالحسن كما ذكر.
فبعد أن أنهى الناظم أيها الفضلاء الكلام عن قسمي المقبول، قسمين المقبول إيه هم قسمي المقبول؟ هو الصحيح والحسن إجمالا. تفصيلا: حسن صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. وقد ذكرنا تعريفات كل قسم منهما. طيب إذا لم يبلغ هذه الدرجة وهي الحسن، هي أقل شيء في درجة الحديث المقبول، يصير الحديث ضعيفا. يبقى حديث إما مقبول وإما مردود. أنا كان الكلام إخوان الفضلاء حتى يكون هذا الأمر فيه يعني الدراية خير علم مطلوب في هذا المجال. علم الحديث بالذات لا يكفي فيه السماع ولا يكفي فيه الإجازات السماعية، لابد فيها أيها الفضلاء من الدراية، إذ أن العلوم أعتقد مع تكرار السماع قد يفهم منها بعض المسائل إلا هذا العلم، فإنه لا يفهم منه إلا ما كان على دراية وحفظ وتؤدى تعاهد وتذاكر لتصل إلى درجة الدراية في هذا العلم. فقلنا أن الحديث إما مقبول وإما مردود. فالمقبول فيه قسمان: القسم الأول الصحيح، وهو أيضا ينضم إلى أو يجتمع فيه قسمان. القسم الأول حديث صحيح لذاته وحديث صحيح لغيره، والحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. ففيه 4 أقسام، وكل ما عن هذه الرتبة قاصر، كل ما عن رتبة الحسن أو الصحة نزل فهو حديث ضعيف، وهو ضد القوي والصحيح. والضعيف أيها الفضلاء ضعف إذا وصم به الإنسان فهو ضعف على الحقيقة، يعني توصف به الأجسام حقيقة، لكن إذا ذكر في المعاني فإنما يذكر مجازا على جهة الإشارة إلى العلة، وعلى جهة الإشارة إلى الضعف، وعلى جهة الإشارة إلى الرد، وعلى جهة الإشارة إلى عدم القبول. فاصطلاحا أيها الفضلاء قلنا ضعيف لغة هو ضد القوي وضد الصحيح، وأيضا قد يقال ضد المستقيم أي المقبول. واصطلاحا أيها الفضلاء هو كل حديث قاصرت رتبته عن رتبة الحسن. يبقى كل حديث قاصرت رتبته عن رتبة الحسن، ومن باب أولى عن الصحيح. يبقى نقول وإن جمعنا هذا الأمر بقولنا هو كل حديث قصرت رتبته عن رتبة الحديث المقبول كان أعم وأشمل. كل حديث قصرت رتبته عن رتبة الحديث المقبول كان أعم وأشمل من قول الحديث الحسن، لأنه إنما يراد به اشتمال القسمين، يبقى كل حديث اصطلاحا حديث ضعيف وكل حديث قاصرت رتبته عن رتبة الحديث المقبول. طيب إن شئنا أن نضع تعريفا آخر يسهل، يعني يكون قليل الألفاظ لكنه فيه المعاني التي سبق ذكرها، نقول ما لم يجمع صفات القبول، أو ما فقد شرطا من شروط القبول. هذا ما يجمع التعريف. يبقى إذا أردت تعريفا يعني عمليا تقول هو كل حديث قاصرت رتبته عن رتبة الحديث المقبول. وإن أردت تعريفا سريعا: ما لم يقبل صفات القبول أو فقد شرطا من شروط القبول. ثم كل حديث فقد شرطا من شروط الحسن أيها الفضلاء فهو الحديث الضعيف، ويزداد ضعفه وتتفاوت دركاته. يعني الدركة كل ما تنزل لتحت، والدرجة كل ما تطلع لفوق. فلما يقال دركاته أي كل ما نزل من شروطه، لكن لو قلت درجاته يعني كل ما ارتفع من شروطه وزاد. يبقى كل ما ضعف الحديث تتفاوت درجاته في الضعف، وتتفاوت دركاته في الضعف بحسب فقده لأكثر من شرط. يعني الحديث اللي فاقد شرط واحد غير اللي فاقد شرطين، غير اللي فاقد 3، غير اللي فيه واحد وضاع، غير اللي متهم بالكذب، وإلى غير ذلك فيما سيذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وهو أقسام كثر، يعني هذا الضعيف بهذا المعنى الذي لم يشتمل على صفات القبول ولم يشتمل على صفات الصحة أو الحسن أو فقد شرطا من شروطه، بهذا المقياس هو أقسام كثيرة جدا أيها الفضلاء.
سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. لكن ما أود ذكره أن تعرف أن الضعيف هو آخر الأقسام، وأنه منهم ما ينجبر ومنهم ما لا ينجبر. لأن بعض المشايخ لما تعرضوا للتصحيح جبروا كل حديث فيه يعني من اتهم بالكذب، وهذا يعني من أغرب المتابعات التي يذكرونها في ترقية الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن. وهذه يعني كما يقول شيخنا فضيلة الدكتور صبري يعني تعد خطيئة وليست خطأ. هذه تعد خطيئة في علم الحديث وليست خطأ، وهذه من أقواله المشهورة حفظه الله جل وعلا. فالحديث يقول الإمام يقول شيخنا الله يبارك فيك، صوتك انقطع. إن ذلك تعب إذا الحافظ ابن حجر الحافظ ابن الصلاح يقول كثرته لا طائل في عدها وحصرها. وقال الحافظ ابن حجر إن في ذلك تعب ليس من ورائه أرب، إذ أنا أعد الضعيف وكل لماذا أحصر الضعيف في أنواع وإذا كانت كلها غير مقبولة؟ لماذا أحصرها يعني أحاول حصرها في أشياء وإن كان الجامع لها أنها غير مقبولة وغير معتد بها. قال السيوطي وابن الصلاح فله تعديل إلى كثير وهو لا يفيد. طيب قلنا أيها الفضلاء إذا فقد شرطا من شروط القبول، إيه هي شروط القبول اللي احنا ذكرناها؟ قلنا اتصال السند، يعني أن يكون الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السند متصلا، وعدالة الراوي وضبطهم، وانتفاء العلة وانتفاء الشذوذ. مش دي هي الأقسام التي قلنا أو الأسباب أو الشروط الواجب توفرها في الحديث الصحيح؟ هذا ما ذكرناه. فإذا فقد الشرط الأول يعني أنه هو يوصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الإسناد يكون واصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو هو وصل بالإسناد للصحابي كان موقوف، طب وصل للتابعي كان مقطوع. يبقى دي أول شيء من هذه الأمور. طيب إذا فقد اتصال السند يعني بحيث سقط راوي في أول الحديث أو في آخره أو في منتصفه، وإذا سقط راويان كل ذلك سيأتينا الفرق بين المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع وغير ذلك من الأحاديث التي إذا فقد اتصال السند فيها كانت علة قادحة في الحديث لا يقبل وصار الحديث ضعيفا بهذه العلة. بل فقد الشرط الثاني كان منقطعا من المفهوم العام. المنقطع يعني ايش؟ من المعلق والمرسل والمعضل وغيرها من العيوب التي توجد في الإسناد. طيب إذا فقد الشروط عدالة الراوي أو شرط الضبط يكون الحديث ضعيف. فإن فقد الضبط كان ضعيفا أو متروكا على حسب ما يكون أو على حسب الصفة الغالبة في فقد الضبط هذا. فإن كان يعني ضبطه خفيف أو قليل أو كثير أو لا يوجد ذاكرة عنده يؤول الأمر إلى أن يكون حديثه متروكا أو اختلف أو غير ذلك مما سيأتي بيانه، فيكون الحديث ضعيفا. وإن كان الحديث مع وجود العلة يكون الحديث معللا أو معلولا. وإن كان الحديث فيه مخالفة فهذا يعمل بالغالب في الضبط إذا كان ضبطه قويا أو مذكور من عدة أوجه كلها مغاير للحديث الذي وردنا من حديث الثقة، فيكون الحكم به أنه ضعيف. من هذا إذا فقط شرط من شروط الخمسة اللي احنا قلنا عليهم
هذا أيها الفضلاء أو الذي قال أهل العلم وأهل الحديث عن هذه الشروط فيكون الحديث ضعيف. طيب إيه حكم العمل بالحديث الضعيف؟ ما هو حكم العمل بالحديث الضعيف؟ حكم العمل بالحديث الضعيف أيها الفضلاء عند العلماء على 3 مراحل. والثلاث مراتب دي أيها الفضلاء يعني يذكرها العلماء، لكني أقول أن هذا الخاص بالحديث المنجبر، الحديث المنجبر أو الحديث الذي ليس فيه ضعف شديد. ممكن يقال أن هذه المذاهب يعني تتوائمها أو يندرج تحتها هذا الخلاف. لكن الحديث شديد الضعف والحديث اللي هو فيه متهم بالكذب أو بالوضع أو غير ذلك فهذا لا يتناوله هذا الذكر وهذه المسألة. يبقى الحديث الضعيف في الاحتجاج به 3 مذاهب أيها الفضلاء. المذهب الأول يحتجون به مطلقا. المذهب الأول هم من يحتجون بهذا الحديث مطلقا سواء في الأحكام أو في فضائل الأعمال. ليه؟ لأن العقائد لا تثبت إلا بالأحاديث الصحيحة. وهو مذهب الإمام أحمد وأبو داود. وطبعا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله رحمة واسعة، هذا إذا لم يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا أخذ به وعمل به. يقول هو أجود من أقوال الرجال. الإمام أحمد بن حنبل يقول أن الحديث الضعيف هو أجود من قول الرجل، من قول ليه الرجال. ولذلك صح عنه الأخذ بالضعيف أحب إلي من رأي الرجال. ليه؟ لأنه لا يحب أن يعدل عن الحديث إلى القياس، ولا يعدل إلا في حدود الضرورة في عدم وجود النص مطلقا. عدم وجود النص مطلقا، وعنده نص صحيح أو نص ضعيف وبعد كده يعدل إلى مسألة القياس أو إلى قول الرجال في المسألة. الثاني مذهب الجمهور، جمهور العلماء. وطبعا يعني في لطيفة عند بعض أهل العلم قال إذ ذكر الجمهور فهو يشمل المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف. ذكر الجمهور فإنه يشمل المالكية والشافعية والأحناف. هذه بعض لطائف بعض أهل العلم في هذه المسألة. لكن المقصود بالجمهور هو ما كان عليه العمل في الغالب، ما كان عليه العمل عند غالب العلماء، ما كان عليه العمل عند غالب العلماء. وهذا مأخوذ من أيضا منهج الترمذي في هذه الأمور. يبقى مذهب جمهور العلماء أيها الفضلاء أنه مستحب العمل به في فضائل الأعمال. في فضائل الأعمال يعني عمل يكون فيه قربة فهو مستحب أن يكون العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف هنا فقط وليس في الأحكام كالمواعظ والترغيب والترهيب. بل حكى النووي رحمه الله جل وعلا الاتفاق على العمل به في فضائل الأعمال، وحكاه علي القارئ وابن حجر الهيثمي أيضا. طيب ثالث هذه الأقوال أيها الفضلاء أنه لا يجوز العمل به مطلقا، وهو مذهب ابن العربي وآخرين. طب إيه هي الشروط اللي اشترطها جمهور العلماء في العمل بالحديث الضعيف؟ وأنا أقول أن هذه الشروط يعني هي كافية في رد الحديث الضعيف كمان. هذه الشروط إذا نظرت إليها بعين الناقد علمت أنها يعني والله تعالى أعلى وأعلم هي في نفسها ترد العمل بالحديث الضعيف، حيث يقول أن العلماء أجازوا رواية الضعيف لكن ب4 شروط. إيه هو؟ أولها أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب، ألا يكون الضعف شديدا، فإن كان شديدا فلا تجوز روايته ولو كان في الترغيب والترهيب. زي ما اتفقت معاكم أيها الفضلاء أن نقول أن هذا خاص بالحديث الضعيف فقط الذي يمكن أن ينجبر إذا جاء له متابع. يمكن يقول لك طب ما هو ما جاش له متابع، ماشي، ما هو ما زال على ضعفه. طيب هو ما زال على ضعفه يعمل دونه، مش يعمل به في فضائل الأعمال يعني ذي الورد في الترغيب والترهيب وغيره. خلاص يا الفضلاء. لكن ما كان شديد الضعف لا يجوز العمل به مطلقا، لا يجوز العمل به مطلقا أو روايات إلا على سبيل التحديد والبيان. ثالث حاجة يكون الفضلاء أن يكون الحديث
له أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة. وأنا أقول هذا الشرط والذي يأتي بعده قاض بما ذكرت، قاض بما ذكرته بأنه يرد العمل بالحديث الضعيف، اللي هو الشرط الثالث أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب والسنة. إذا كان له أصل ثابت في الكتاب والسنة يبقى بعمل بإيه؟ بعمل بالحديث الضعيف ولا بعمل في الأصل الثابت؟ بعمل بالأصل الثابت في الكتاب والسنة. فإذا جاءنا أيها الفضلاء حديث يرغب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة. طيب أنا عملت هذا الحديث الذي رغب في بر الوالدين والحديث الذي رغب في صلاة الجماعة على الأصل الثابت عندي في الأحاديث الواردة في صلاة الجماعة، وفي ثبوت أجرها، وفي ثبوت كادية سنيتها عند من قال بذلك، وعلى فرضيته عند من قال بذلك. إذا أنا عملت بهذه الأحاديث الثابتة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن هذه الأصول الثابتة التي ثبتت في الكتاب والسنة. فإذا كانت هذه الحديث ضعيفة فأنا قد عملت بالأصل ولم أعمل بالحديث الضعيف. لكن هنا كأنه يقول يجوز ذكرها والائتلاف بما جاء من قبلها. طيب رقم 4، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني وانت بتاخد بهذا الحديث الضعيف انت معتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإلا لو كان صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتقدت قول النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما لم يكن ثابتا فأنت لا تعتقد ثبوته ولا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإنما حكيته من باب ملازمته ومن باب ملامسته ومن باب يعني مشابهته لما ورد وصح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم. طيب ولكن أيها الفضلاء الحديث الضعيف كما قلت يعمل به بهذه الأسباب، بهذه الشروط، يعمل به بهذه الشروط. هذا على قول الجمهور الذين قالوا بالعمل به. ولذلك قال يعني جاء في ثالث هذه المراتب وهذه الأوجه أنه لا يجوز العمل به مطلقا، لا يجوز العمل به مطلقا، لأنه كما قلت أيها الفضلاء انتحينا هذه الشروط التي وضعت فإننا سنجد أن العمل قام على الأصل الثابت من الكتاب والسنة ولم يقم على هذا الحديث الضعيف. فإذا ورد حديث ضعيف في موضع ليس فيه أصل ثابت ولم يأتي له متابع ولا شاهد ولا غير ذلك فإنه لا يؤمن به مطلقا، إذ اعتقاد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم صحة السند أو نكارة في المتن هو من التقول في دين الله عز وجل والتجرؤ على الله وعلى رسوله مصطفى صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب هذه مذاهب الأئمة في العمل بالحديث الضعيف كما قلت. يأتينا بعد ذلك أيها الفضلاء يعني لطيفة أشار إليها أهل العلم. إذا أردت أو قلت بأخذك بهذا الذي قاله الجمهور فإنك يجب حين يعني ذكرك لهذا الحديث أن تذكره برواية تضعيف وبرواية وبصيغة تمريض، يعني صيغ تضعيف وصيغ تمريض، ومنها روي ويذكر ويقال إلى غير ذلك حتى يكون الأمر على يعني صحته، وحتى يعلم السامع أنك أردت بهذا أن الحديث غير مقبول يعني ضعيف لكنه عمل به على أصل ثابت. وذلك كانت عادة الأئمة يعني يذكرون في الباب أحاديث الصحاح ثم يذكرون بعد ذلك الحسنة ثم يذكرون بعد ذلك الضعيف ما توافق معنى مع هذه الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. قال السيوطي رحمه الله جل وعلا في ألفيته: من روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد رضوا،
في الوعظ أو فضائل الأعمال العقل والحرام والحلال. يعني ده باب لا يدخل فيه العمل الحديث بالضعيف، الحلال والحرام والأحكام يعني، والعقد اللي هو العقيدة يعني. طيب هنا توجد فائدة أيها الفضلاء ذكرها أهل العلم. قال أهل الحديث هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف ومراده فيما ظهر لهم، فيما هي ظهر لهم من خلال البحث يعني، أو عملا بظاهر الإسناد لا القطع بصحته أو ضعفه في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة والصدق وغير على غيره. طيب أنا يعني عايز أنبه إلى هذه النقطة يعني عدم تداولها يكون أفضل، لأن بعض الناس قد استمرأ هذا الأمر ليطعن في الأحاديث الصحيحة الثابتة. هو ثبت عندي وثبت صحته وأهل العلم قالوا بصحة هذا الحديث وموافقته لأصول الشريعة، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. لكن قد يكون هذا الكلام اللي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. هذه مسألة افتراضية يعني أربى بإخواني في مبدأ الطلب من مثلي وأمثالي أن يكون هذا دأبهم، يعني يستمرون هذا الكلام وينشرونه، وهذا مما لا يجوز فيما أعتقد والله أعلم، لأنه كان سببا في طعن الطاعنين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث ثبت صحة من حيث الإسناد ومتنا من حيث موافقته لأصول الشريعة، كان العمل به واجب، وأن اعتقادنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب هل يوجد مثال للحديث الضعيف؟ نعم، ما رواه ابن ماجه في سنن برقم 1782 صيام باب في من قام في ليلة العيد. قال حدثنا أبو أحمد المراق ابن حمويه، طبعا حمويه على نطق المحدثين حمويه أو حماويه على نطق أهل اللغة. حدثنا محمد بن مصفى حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا الإسناد قال المحقق رجاله ثقات إلا أن ثور بن يزيد رمي بالقدر. هنا رمي بالقدر، لكنه هنا لا صلة له ببدعته فيما يرويه، يعني لا ينتبه منه. احنا عايزين ناخد بالنا اخواني، هو رمي بالقدر لكنه هل هو صدوق؟ هل هو صادق؟ هل هو ثقة؟ لا يثبت، كما قالوا عن مجلد بن ثغلب مثلا هذا الرجل شيعي جلد، شيعي جلد في ترجمته، لكنه صدوق. إذا يحتج بكلامه ولا يؤثر في صحة الحديث من عدد، لأنه إنما رمي بالقدر. يعني هتجد عمالقة رمي بالقدر كمسعر أو كقتادة، ويعني هؤلاء قد التمس أهل العلم لهم المعاذير لسعة حفظهم وعلمهم، وأنهم ما فعلوا ذلك أو ما وقعوا في هذا إلا بعد بحثهم، والله عز وجل احتفظ بالكمال لنفسه. ولذلك يعني سأورد بعض الكلمات مثل هذا المقام إن شاء الله إذا قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء في المحاضرات القادمة، عن كلام أهل العلم عندها على هؤلاء العلماء رغم مخالفتهم في الناحية العقدية في بعض ما يدين أهل السنة والجماعة، إلا أنهم تكلموا عنهم لأنهم علموا أن هؤلاء ما ارتكبوا ذلك اتباعا للهوى أو غير ذلك أو ضعفا في دينهم، وإنما أرادوا الوصول إلى الحق فيعني أخجلهم الطريق. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنهم وعن سائر علمائنا الأجلاء. فلذلك هذا مما يحجم أو يجعل الإنسان يحجم بلسانه عن العلماء الأفاضل، ولا يقول إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام، ولا يجعل لسانه خواضا تواقا في لحوم العلماء، فإن هذا من الشر المبين. وما كثرت الفتن أيها الفضلاء والضلالات إلا بانتهاك الحرمات لرموزنا وعلمائنا الأجلاء، فأصبح كل غر
لين العلم. يقول في أهل العلم الفضلاء ما في ظني والله أعلم لو سمعته الجبال يعني لذابت من خزيها من الله سبحانه وتعالى، إذ كيف يقال في مثل من حفظ الله عز وجل بهم الدين وجعلهم أسبابا للتمكين، أن يقال في حقهم هذا، وأن يخضع أو أن يخاض في عرضهم بمثل هذه المرارة المشينة في أهل العلم رضوان الله عليهم. كل واحد ارتكب خطأ، ما في واحد إلا وارتكب خطأ، وما في إنسان إلا وعليه بعض العوار، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، فكيف تتخذ هذا العوار يعني أنا أربأ بمن فعل ذلك إلا أن يكون ممن يجد ملتمسا في نفسه ليضل عن سبيل الله، وإلا والله لو كان مرامه الحق ما فعل ذلك برموز أهل العلم على خطأ ورد إليه منهم، وصار ليله ونهاره في الخوض في أهل العلم. وقد يعني صدق الإمام ابن عساكر لما قال هذا الكلام الطيب: اعلم رعاك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة هتك أستار منتقطيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب، يموت قلبه عياذا بك اللهم. والله لقد يعني حضرتني بعض المشاهد في بعض الناس العلماء الذين وقعوا في إخوانهم، وقد يعني في مبدأ يعني طالب إخواننا العلم وقع في يده كتاب لعالم من علماء المسلمين، وجدته يلزع إخوانه بلسان شديد، فقلت لعل هذا يبتلى بمثل ما خاض به في أعراض أهل العلم. فما جرت الأيام والليالي إلا وقد وقع في عرضه والله أشد الوقيع، لأن هذا قصاص أيها الفضلاء، وهذا لا يتركه الله عز وجل هكذا، وإنما لابد أن يجد الإنسان منا أو من وقع في هذه الهوة يجدها في الدنيا والله قبل الآخرة، ويجد الذي ذكره في حق غيره من أهل الفضل ومن أهل العلم لا بد أن يذوق مرارته ولو بعد حين. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وإياكم. قال محمد بن مصطفى أيها الفضلاء صدوق كثير في الحديث، لكن الآفة أيها الفضلاء في هذا الحديث هو بقية بن الوليد، صدوق لكنه كان كثير التدليس، والحديث المدلس كما سيأتي أيها الفضلاء إذا أتى بطريق آخر، حديثنا لمين قلنا بقية بن الوليد، وبقية بن الوليد إذا كان صدوق فلا بد أن تأتي رواية أخرى يصرح فيها بالتحديث، يعني بالسماع، كأنه هو سمع من شيخ. فإن جاءت رواية أخرى صرح فيها بالسماع انتفت هذه العلة، وصار الحديث ارتقى من الضعف إلى الحسن. يعني هذه علة واحدة لكنها قد تبنى على نفس الرواية إذا جاءت من وجه تمثيل الحديث، ويرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن. إذا كان الحديث من رواية مدلس أيها الفضلاء وكان هذا المدلس صدوقا، فإن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن إذا قال المدلس حدثني فلان أو سمعت من فلان، فيصرح هنا بالتسميع، وهو صدوق أصلا ما بيكذبش، فلما صرح بالتسميع أو بالسماع انتقل الحديث من الضعف إلى القوة. هنا في هذا الحديث صار أو ظل هذا الحديث ضعيفا لأنه لم يرد عن بقية بن الوليد أنه قال في وجه آخر أو في طريق آخر أنه سمع هذا الحديث. تبقى لنا مسألة أيها الفضلاء، وهي ما هي الكتب التي صنفت في بيان الضعيف والضعفاء. طبعا هناك كتب بينت من حيث يعني أحاديث ضعيفة مثلا كان مدارها كله على الأحاديث التي اشتهرت بين الناس والأصل فيها الضعف، وهناك كتب بينت الرجال الذين وصموا بالضعف، ومنها كتاب الضعفاء الكبير للعقيلي، والضعفاء أيضا لابن حبان،
وفي ميزان الاعتدال للذهبي الساجد، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر، طبعا مبين الضعفاء الموجودين، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. وهناك كتب أخرى قد صنفت في بيان أحاديث ضعفت واشتهرت بين الناس الناس. ثم انتقل رحمه الله جل وعلا إلى في البيت السابع وقال: وما أضيف إلى النبي أو وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. احنا قلنا في الشروط هنا، قلنا لو انقطع الإسناد، لو وقف بالإسناد عند الصحابي صار موقوفا، ولو وقف عند التابعي صار موقوفا. هم دول البيتين المقصودين. يبقى إذا انتهى السند إلى الصحابي كان الحديث موقوفا على الصحابي، يعني لا يقال حديثا مرفوعا، وإنما يقال حديثا موقوفا على الصحابي، يعني من قول الصحابي. وطبعا حكم الحديث الصحابي يثبت له حكم الرفع. ليه يثبت له حكم الرفع؟ يعني أن الصحابي لا يتكلم بكلام من عند نفسه، وإنما الصحابي إنما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي قولا فيه قربة لله سبحانه وتعالى، أو يدل على أنه كان من فعلهم رضوان الله عليهم، دل ذلك على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هذا الصحابي يأخذ من أهل الكتاب، وما لم يكن هذا الأمر من الغيبيات التي وردت عن أهل الكتاب، مثلا سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يأخذ عن بعض أهل الكتاب. لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو سلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل لنا، أو أمرنا، أو أمرنا، أو غير ذلك، دل ذلك على أن الحديث مرفوع. ما أضيف للصحابي نوعين: ما أضيف للصحابي ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما، المرفوع حكما كما قدم. وما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوف. يبقى ما ثبت له اللي هو زي أمرنا وكنا نفعل وغير ذلك، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك مما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو في عصره صلى الله عليه وسلم وهو حاضر، يعني فإن ذلك يعد مرفوعا. طيب اللي لم يثبت له حكم الرفع يسمى موقوف، يعني ما ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم من كلامهما فيسمى موقوفا على أبي بكر، موقوفا على عمر، موقوفا على علي، على غير ذلك. طيب وما لتابع؟ التابعي هو الذي روى عن الصحابة، التابعي هو الذي روى عن الصحابة. والمقطوع هو ما وقف بالإسناد إليه، إلى التابعي. فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده. هذا ما اصطلح عليه أهل الحديث. لما احنا تقدمنا ان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده اصطلاح عند أهل الحديث، اصطلاح عند أهل الحديث، يعني اصطلحوا على هذا فيما بينهم. يبقى المقطوع الحديث باعتباره، يعني خلاصة هذا الأمر أن نقسم الحديث باعتبار قائل. إذا كان قائله النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مرفوع، أو عن صحابي أخذ حكم الرفع فهو مرفوع. وإذا كان منسوبا إلى الصحابي فهذا موقوف، لم يأخذ حكم الرفع، يعني كما قدمت قبل قليل. وما أضيف للتابع ومن بعده يسمى مقطوعا. يبقى المرفوع يرفض لا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان هذا المرفوع متصلا أو منقطعا، لأنه نسب لمين؟ احنا قلنا باعتبار قائله، فإذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متصل أو منقطع أو غير ذلك فإنه يسمى مرفوعا. لماذا؟ لأن قائله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المرفوع أقسام، ولذلك تحتها قسم الصحيح والحسن والضعيف الذي ذكرنا. وقد يذكر حديثا موضوعا عنه صلى الله عليه وسلم أو عليه صلى الله عليه وسلم.
فالمرفوع أيها الفضلاء بينقسم إلى 4 أقسام. إما مرفوع قولي، يعني من قوله صلى الله عليه وسلم كقوله إنما الأعمال بالنيات، وإما مرفوع فعلي، أي من فعله صلى الله عليه وسلم كمن توضأ، كمن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه. وإما مرفوع تقريري، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية فقال لها أين الله؟ فقالت هو في السماء، أو في السماء، فقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أو ما كان بحضرته وسكت عنه كما ذكر. مثال ما فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم من أكل خالد رضي الله تعالى عنه الضب. أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم وهو ينظر. وفي بعض الروايات أنه سئل صلى الله عليه وسلم عنه قال هو حلال غير أن نفسي تعافه، أو أن قومي يعافونه. وما فعل ونقل إليه صلى الله عليه وسلم من تميم، ما فعل ونقل إليه صلى الله عليه وسلم من تيمم عمرو بن عاص وتيمم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي بعد ذلك الحديث أو الحديث رابع مرتبة من مراتب الحديث المرفوع، وهو الحديث الوصفي، كقول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان ألينه يدا صلى الله عليه وسلم وما أحسنه قولا صلى الله عليه وسلم كالقرن. طيب حكم الاحتجاج، طبعا المرفوع قلنا على حسب قبوله ورد، يعني على حسب استيفاء شروط الصحة أو الحسن فهذا يقبل، وإن كان ضعيفا ففيه الثلاثة أمور التي ذكرناها. والمقطوع أيها الفضلاء قلنا هو ما أضيف إلى التابعي، والتابعي هو من صحب الصحابة والحال أنه مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينسب قول فيعمل به لغير مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب المقطوع أخواني الفضلاء لا يحتج به في الأحكام الشرعية، ولكن يستأنس به إلا إذا كانت نسبة التابعي لهذا القول أو أنه أخذه من أصول الشريعة أو علمه من دين الله سبحانه وتعالى، فهنا قد يصلح للاحتجاج، كقول ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. طيب إيه هي مظان الحديث المقطوع أيها الفضلاء؟ ممكن تجده في مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. طبعا هذا يعني باعتبار تصنيف الحديث باعتبار قائله، ثم مراتب الحديث المرفوع، ثم ما حكم العمل بالمقطوع. وأكتفي عند هذا الحد، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يتجاوز